موضوع أولاد رزق. الموضوع ده الحقيقة أنا مندهش منه جدا. حالة شياط موجودة على السوشيال ميديا وأنا هرصدها ومش هعلق عليها. يعني مستشار تركي آل الشيخ أو هيئة الترفيه اللي هي أنتجت الفيلم الموسم الرياض حط اسم القضية ممكن على فيلم أولاد رزق الجزء الثالث اللي موجود في السوق دلوقتي أو في السينمات دلوقتي، ومحقق على فكرة أعلى الإيرادات. فالراجل فكر في فكرة هو الناس اللي معاه، انه بما انه اسمه القضية ممكن، فاستغل الاسم وعمل اعلان للفيلم بنجوم النادي الاهلي، وهو اعلان بدليل، وهقول لكم الدليل دلوقتي ان هو اعلان ليس اكثر من ذلك. يعني قفشه، محمد عبد المنعم، امام عاشور، ومعاهم مارسيل كولر المدير الفني. ليه بقول لكم ان هو اعلان؟ مش القصد بقى ان هو القضية ممكن بتاعه 2020 والكلام ده، هو اسقاط من اسم الفيلم والمناسبة بتاعت 2020 لما الاهلي كسب الزمالك 2-1 في نهائي دوري الابطال الافريقي، ان 3 من الاربعة اللي في الاعلان هم اوريدي ما شاركوش في الماتش بتاع 2020. يعني امام عاشور اوريدي كان مقيد في الزمالك وقتها اصلا. محمد عبد المنعم ما كانش موجود في قائمة الاهلي وقتها. محمد عبد المنعم رجع الاهلي بعد الاعارات بتاعته في يناير 22 لو تفتكروا مع كيروش في كاس الامم لما تألق في نهاية يناير، راح النادي الاهلي ولعب معاه كاس العالم للانديه. دي كانت اول مشاركه دوليه رسميه لعبد المنعم مع النادي الاهلي، كانت فبراير 2022 مع الفريق الاول. ومارسيل كولر ما كانش المدير الفني، كان موسيماني جنوب افريقي لو تفتكروا يعني. فالراجل خد الفكره، استوحاها الاسم وطلع بها الاعلان، مجرد اعلان ليس اكثر يعني. واذ بي حاله من الشياط موجوده على السوشيال ميديا، وطلع الناس بقى تدينا الدروس في التعصب، وانه ازاي ان الحاجات دي تعمل تعصب، مع انه في السينما بيحصل ربط الحاجات اللي بتعمل بوم في كرة القدم. مثلا ده كان في فيلم اسمه بيبو وبشير، مع انه الفيلم ما بيتكلمش عن ماتش 6-1 والاجوال بتاعت خالد بيبو، واللي كان المدافع بتاع الزمالك وقتها بشير التابعي في الهتاف في التعليق الشهير بتاع الكابتن مدحت شلبي. انا متذكر مثلا يعني انه عبلة كامل الفنانة القديرة كان ليها شوت كده وهي عمالة تغني و6 و4 والاهلي ومعرفش ايه في احد الافلام يعني. زائد ان احمد عز نفسه اللي هو بطل الفيلم الاول هو راجل زملكاوي، مش كده برضو؟ كل دي حاجات، وياما حصل في السينما حاجات واسقاطات وهزار خاص، وافلام لعادل امام كان اهلاوي، وافلام لنور الشريف وهو زملكاوي شحات ابو كف، وعادل امام انا ركب حديد، والكابتن اكرامي، وحاجات كثيره جدا في السينما المصريه. ايه القصه؟ انه اعلان فكره استوحاها المنتجين بتوع الفيلم من الحكايه دي ومقاطعه جمهور الزمالك. وانا مش هدخل في الديبيت بتاعت اصل المقاطعه عملت ايه يعني. طب الفيلم اعلى ايرادات، يعني جمهور الزمالك لما يقاطع ايه اللي هيحصل؟ لان جمهور الزمالك لا هيقاطع ولا جمهور الاهلي هيخش بكاس. هي القصه انه اعلان ترويجي. ياما شركات محمول عملت اعلانات واستغلت فوز الاهلي بمباراه او بتاع، وياما شركات مياه غازيه عملت كذا، وياما حاجات كتيره جدا اتعملت ومشيت في هذا الاطار. زائد المستشار تركي آل الشيخ نفسه ده اللي الناس بتتكلم على الفكرة اللي استوحاها للإعلان لهذا الفيلم، هو نفسه من أكتر الناس اللي ساعدت الزمالك في آخر 7-8 سنين. النادي الأهلي بيجهز القسط بتاع إمام عاشور اللي هيبعته لنادي ميتلاند الدنماركي. القسط ده قيمته من اقساط صفقه امام عاشور $1.5 مليون. صفقه امام عاشور لو تفتكروا الاهلي لما جابه السنه اللي فاتت كان ب$3 مليون. ده القسط الثاني بتاعه $1.5 مليون. وبعت الاهلي لنادي ميتلاند قال له انا هخصم $60,000. ال$60,000 دول للزمالك جزء فيهم، نسبة 5% بتاعت حقوق الرعاية. الزمالك معاه غزل المحلة ومعاه حرس الحدود، اللاعب الأندية اللي لعب ليها إمام عاشور وهو تحت 23 سنة. فنادي الزمالك هيكون له نسبة كويسة من $60,000 هياخدهم رسمي من النادي الأهلي ربما يبعتهم لاتحاد الكورة ويقول له اتفضل ادي نسبة 5%، $60,000 اهم، لو سمحت وزعهم طبقا للائحة. معرفش يعني بيبقى لها كده 5% دي كل سنة بيلعبها تحت 23 سنة لغاية معرفش سن 17 سنة بربع في المية لغاية سن 19 سنة، حاجات كده يعني ونص في المية وهكذا. دي قيمة 5% اللي بتاخدها الأندية الراعية وفق اللوائح بتاعت
الاتحاد الدولي الفيفا لكرة القدم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، كل عام وأنتم بخير. النهاردة إن شاء الله الزمالك هيلاعب المصري في مباراة من الدور الأول. طبعا كان في أخبار كتير على ناصر ماهر، والحقيقة ما طلعش أي كلام رسمي من الزمالك على الموضوع، لأن ناصر ماهر خرج في المباراة الماضية. كان قالوا ان هو مصاب، هو كان طبعا طالع اللاعب على رجله، لكن في اخبار من داخل النادي بتؤكد ان هو حصل بينه وبين جوميز بعض الخلافات، وان هو استبعده من مباراة اليوم. الزمالك النهارده عنده مشكلة في نقص في لاعبي خط الدفاع، تقريبا معهوش الا 4 مدافعين، بالاضافة طبعا لغياب لاعب مؤثر جدا جدا اللي هو عمر جابر، غايب برضو النهارده عن مباراة الزمالك والمصري. الاهلي غدا ان شاء الله هيلاعب نادي الاتحاد السكندري في تاني مباراة من المباريات المؤجلة، المجموعة المباريات اللي هياخدها النادي الاهلي لاستكمال مبارياته المؤجلة من الدور الاول والثاني او المتخلف بها عن باقي الفرق المنافسة او فريق بيراميدز على وجه التحديد. عنده مباراة الاتحاد السكندري، وبعد كده هيلعب طبعا مع فاركو تاني مباراة الدور الثاني. المباراة دي مهمة جدا جدا، وبعد ما حصل الموضوع المشاكل اللي حصلت لجمهور النادي الاهلي في مباراة فاركو الماضية، وبعض اللعيبة اللي تم القبض عليها او الجمهور اللي تم القبض عليه، وبعدين تم الافراج عنه بعدها تاني يوم على طول. النادي الاهلي موفر اتوبيسات لجماهيره لحضور مباراة الاتحاد السكندري. في اتوبيسات النادي الاهلي موفرها من امام مقر النادي الاهلي بالشيخ زايد لحضور مباراة الاهلي والاتحاد السكندري رايح جاي، بشرط طبعا وجود بطاقة هوية الاي دي، هوية المشجع، بالاضافة طبعا لتذكرة حضور مباراة الاهلي والاتحاد السكندري. ده طبعا تيسيرا من النادي الاهلي على الجماهير اللي رايحة تروح الاستاد، وكمان عرفانا ووفاء للجماهير اللي بتعاني كتير عشان تشجع فريق النادي الاهلي، واللي هو طبعا الجماهير هي العصب الاساسي للنادي الاهلي للفوز بالمباراة. في لازال لحد دلوقتي في شياط كده، وفي طبعا رد فعل عجيب وغريب وكلام كده على السوشيال ميديا وترند من جماهير الزمالك او بعض اعلامي نادي الزمالك او اللاعبين السابقين في نادي الزمالك على موضوع اعلان فيلم ولاد رزق 3 اللي شارك فيه قفشه ومحمد عبد المنعم وامام عاشور ومارسيل كولر. وفي رد فعل غريب كده ما تعرفش ليه، في حاله شياط كده وصريخ من اعلان الفيلم، وبعض الناس يقول لك الزمالكاوي يقول لك هنقاطع الفيلم والكلام ده. صدقني انا بعتبر اللي عمل الاعلان ده كان راجل بتاع ميديا صح 100%. ليه؟ لان اول حاجه موضوع ان الزمالكاوي بيقول لك ان هنقاطع الفيلم ده بيعمل اعلان كبير جدا للفيلم ودعايه مجانيه رهيبه، الاعلان نفسه مش هيجيبها. يعني حته المسؤولين او اللاعبين السابقين نادي الزمالك اللي يطلع يقول لك احنا هنقاطع الفيلم، انت كده بتشجع قطاع عريض من الجماهير اللي هو جماهير الاهلي او 70% ان هي تشوف الفيلم اللي هي اصلا ممكن ما كانتش ناويه تشوفه، خلي بالك يعني. بس نكاية في حملات المقاطعه اللي بيقولوا عليها، اللي هي طبعا ما بتجيبش نتيجه احنا عارفينها، لجماهير الزمالك اللي بتقول لك احنا هنقاطع الفيلم. طبعا انا بقول لك معظم جماهير الزمالك هتشاهد الفيلم، لكن الكلام اللي بيقولوه اللاعبين السابقين زي خالد الغندور او الخضيري او الدرديري او الناس اللي هي بتطلع على السوشيال ميديا دي، الكلام ده ما يجيبش اي له نتيجه في الواقع اطلاقا خالص. بالعكس ده بيعمل دعايه مجانيه كبيره للفيلم اكبر من الاعلان نفسه. لكن اللي زعل او اللي اثار حفيظه بعض الاعلاميين الزملكاويه هو وجود قفشه وامام عاشور في الاعلان. ليه؟ طبعا كلنا عارفين ان هو لازال جرح انتقال امام عاشور من الزمالك الى الاهلي عبر نادي ميتلاند الدنماركي عامل جرح كبير جدا، رغم ان الزمالك باع اللاعب بارادته وبكامل ارادته الى ميتلاند الدنماركي، والاهلي بعد كده اشتراه بقى من ميتلاند، اشتراه من عفريت، هو خلاص اشتراه انت بعته وانتهى. لكن تألق امام عاشور مع نادي الاهلي واصبح من الاعمده الاساسيه المهمه في فريق نادي الاهلي وفي منتخب مصر، ده عامل شويه جرح عند نادي
الزمالك وجماهيره وبعض اللاعبين السابقين. عشان كده في عندهم حافظ اثار حافظتهم الاعلان لوجود امام عاشور، بالاضافه طبعا لمحمد مجدي قفشه المرتبط بالهدف القاضيه في مباراه نهائي القرن دوري ابطال افريقيا بين الاهلي والزمالك طبعا اللي هو 2020. ده طبعا كان مرتبط برضه للزمالك بذكرى سيئه، فعشان كده الاعلان سمع شويه. فطبعا كمان في علاقه متوتره بين تركي الشيخ ومجلس اداره نادي الزمالك، عشان كده الموضوع مسمع مع الزملكاويه شويه. لكن الحقيقه يعني اللي انا عايز اقوله ان الزمالك مش محتاج مشاكل اصلا. الزمالك محتاج يهتم بفريقه، محتاج يهتم بلاعيبته، محتاج يهتم بالنادي شويه اكتر ما تشغل نفسك بالامور الفرعيه الاخرى اللي انت مالكش اي دعوه بيها. ثانيا، هو الاهلي غلط في ايه يعني لما وافق على الاعلان؟ ده هدف تسويقي، ومجلس اداره النادي الاهلي بيدور على اي شيء يدخل دخل للنادي الاهلي في ظل الازمه الخانقه اللي بتواجهها معظم الانديه، وارتفاع الدولار وارتفاع اسعار اللاعبين وعقود الرعايه والكلام ده كله. فاي شيء بيدخل دخل طالما شرعي الى النادي الاهلي فطب هيوافق، طب هيمنع عليه مجلس الاداره؟ طبعا اكيد هيوافق. والاعلان ملوش علاقه بالفيلم، خلي بالك اللي هيتفرج على الفيلم هيلاقي فيه تقريبا ملوش علاقه بنادي الزمالك. يمكن لقطه ولا حاجه لسيد رجب لما بيقول لاحمد عز ما تيجي الاهلي زي امام ما جه الاهلي. طبعا الكلام ده جه في افلام كتيره، يعني شفنا عبله كامل لما كانت اتكلمت وقالت خدوا 6 رايح و4 جاي في فيلم السيد العاطفي. زمان لما كان عادل امام كان بيعمل افلام وهو واكرامي الشحات حارس مرمى الاهلي السابق، كان بيبقى فيها افيهات اكتر من كده، وكانت الامور فيها ضحك ومفيش اي زعل ولا حساسيه.